هل الانتظار هو احسن اختيار فعلا؟ وهل احنا بنكون متأكدين ان احنا دلوقتي احنا فعلا مختارين ان احنا نستنى، ولا احنا بنحب نستنى عشان بس مش عايزين نضغط ان احنا نعمل اختيار معين؟ انا آية مصطفى، وتعالوا نفكر قبل ما نقرر. الانتظار هو دايما بيبقى شعوره حلو علشان وبيحسسك بالامان عامة، علشان هو انت لسه ما فكرتش ولسه ما اخترتش ولسه ما خسرتش اي حاجة، ولسه قدامك كل الاختيارات متاحة. بس السؤال اللي يمكن احنا بننسى ساعات نسأله لنفسنا هو هل الوقت فعلا محايد؟ هل الوقت مفيهوش مش بيخسرنا حاجات على المدى الطويل؟ احنا بنتعامل مع الانتظار على اساس ان هو ولا حاجة، على اساس ان هو وقت فاضي، على اساس ان هو فراغ، على اساس ان هو انا مستني. نادرا ما بنحط في بالنا حتة انه هو انتظارك ده هو في حد ذاته اختيار، في حد ذاته هو قرار منك انه ده الاختيار اللي انا هختاره. الاختيار اللي انا هختاره هو اني استنى. ما بنبقاش واخدين بالنا انه في حاجات احنا بندفعها قصاد الاختيار ده. خليني اشارك معاكم بعض المسميات. في حاجة اسمها ال invisible cost او التكلفة الغير مرئية. في حاجات كده هي مش بيبان تكلفتها دلوقتي، هي تكلفة مش هتوجعك دلوقتي، مش هتحس انها فرقة معاك دلوقتي، مش هتحس انها اثرت في حاجة دلوقتي، ولكن هي بتتراكم وبتفضل تتراكم مع كل مرة انت بتختار انه لا انا هستنى. انا مش هواجه سؤال مهم دلوقتي، انا مش هواجه ضغط معين دلوقتي، انا مش هتكلم في موضوع معين دلوقتي، انا هخلي ده لبعدين، انا شايفه بس انا هركنه لبعدين. كل ده هو مش هيبان لك اثره دلوقتي، ولكن هو هيبقى اتجاه لحياتك وطريقة انت اخترت ان انت تعيش بيها حياتك. وهي انه اوكي، انا كل ما هيبقى في حاجة صعبة انا هركنها لبعدين، او هقول اوكي هاخد القرار ده بس مش دلوقتي، انا مش قادر اواجه دلوقتي، خليني استنى على ده الاول. ف... فهنا اللي مهم نفكر هل ده حاجة احنا بنعملها فعلا ولا لا. اللي بيحصل بعد كده هو passive choice او اختيار سلبي، مش لانك اخترت حاجة معينة هي ما كانتش كويسة، ولكن انت ببساطة ما اخترتش. وده في حد ذاته اختيار، وفي حد ذاته هو حاجة هتشكل الفترة اللي جاية من حياتك. ف هي حلاوة الاختيارات السلبية زي انك تستنى عشان ده اختيار سلبي يعتبر، ان انت مش بتبقى حاسس ان انت مسؤول بالكامل عن هذا الاختيار. تحس انه انا ما اخترتش اصلا ان انا استنى، هي الظروف حكمت عليا ان انا استنى، دراستي هو اللي حكم عليا ان انا استنى، الجيش هو اللي حكم عليا ان انا استنى، شهادة الماجستير او الدكتوراه او الشغل او اي حاجة هي حكمت عليا ان انا استنى على حاجة معينة انا حاسس ان انا عايز اعملها، او حاجة معينة انا نفسي ان انا اعملها. ف الباسيف تشويس هو دايما انت بتبقى مش حاسس ان انت مسؤولية كاملة عن هذا الاختيار، لانه في اوقات كتير زي ما قلنا مش بنعتبر الانتظار على انه اختيار. الاختيار السلبي مريح علشان انت بتعتبر او بتحس انه
الحياة هي اللي اختارت لك، مش انت اللي اخترت. وده بيتحول بعد كده لحاجة أخطر شوية، وهي ال delayed ownership أو التحمل المتأخر للمسؤولية. انت فجأة بتصحى تلاقي انه ايه ده، هو انا اتخرجت امتى؟ انا معقول بقالي 5 سنين متخرج؟ ايه ده، هو انا معقول بقالي 10 سنين بشتغل في الشركة دي؟ ايه ده، هو انا معقول بقالي مثلا 15 سنة متجوز ومخلف بس ما عملتش حاجة لنفسي؟ فجأة بتصحى للحياة اللي انت فيها، اللي بتبقى بتحس بالفجأة دي عشان انت كنت مستني وبتأجل، هو طب نستنى شوية، طب ده مش مهم، طب ده احنا مش مستعجلين عليه. فبيحصل حالة ان انت فجأة، او ساعات مش فجأة بس، لو بتحس كده انه ايه ده انا الدنيا سرقتني. ايه ده وانا ازاي صاحي؟ ازاي انا ما حسيتش بكل ده؟ ازاي عدى الوقت ده كله وانا لسه واقف في نفس المكان اللي انا فيه؟ ف فبتبدأ ان انت يبدأ بقى الشعور بالذنب يجي هنا، ويبدأ شعور انه طب انا كان ممكن اعمل ايه احسن، كان ممكن اتصرف ازاي بشكل احسن، ايه القرار اللي انا كان ممكن اخده بس ما خدتوش. تبدأ كل الافكار دي تدور جواك. بعدين بتحس بعد كده انه خلاص الموضوع متأخر قوي ان انا اخد اي قرار او ان انا اقدم على اي حاجة، لانه خلاص السكينة سرقتني. وده بيكون شعورك وقتها، لانه شعور الذنب بيكون اكتر شعور مسيطر عليك، لان انت تبقى حاسس انه اوكي، انا كان عندي فرصة ان انا اعمل اختيار معين، بس انا ما عملتش هذا الاختيار لان انا وقتها قررت انه انا هستنى، اني مش مستعجل، او لان في ظروف، او لانه عادي، او لان انا مش عايزة اواجه، مش عايزة اختار، مش عايز ان انا اقدم على حاجة معينة دلوقتي. انا سايب، او احنا بنحس انه ده الحياة هي اللي اختارت لي ده انا مش انا اللي اخترت ان انا اتجوز، مش انا اللي اخترت الجيش، مش انا اللي اخترت كلية، ولكن الظروف والحياة والبيئة هي اللي اختارت لي. فبالتالي زي ما اتكلمنا في الاول انه المسؤولية مش انت بتحس انه مش انت المسؤول بالكامل عن هذا الاختيار وعن النتيجة اللي انت وصلت لها في الاخر. على فكرة التحمل المتأخر للمسؤولية او ال delayed ownership هو مش بيحصل عشان انت كسول، او انت متخاذل، او انت مش فارق معاك، او انت غير شخص غير ناضج او غير مسؤول، ولكن لان انت ببساطة بتدي الامان للوقت، وبتقول ان انت تثق انه لا، الوقت هيبقى في صالحي، وانه انا لسه معايا وقت. ف... فهي دي الخدعة اللي بتحصل، انه الوقت مش محايد، وان هو مش دايما هيبقى في صفك، ومش دايما هيبقى يساعدك ان انت تفتكر انه والله لا، ده في قرار كان المفروض يتاخد وما اتاخدش. ف الفكرة من الفيديو ده مش انه ان انت دلوقتي تاخد قرار، او ان انت تخاف من الوقت تحس ان هو دايما هيبقى ضدك. مش ده الغرض خالص. الغرض هو ان انت تتعامل مع الوقت على حقيقته، ان هو مش فراغ، وان هو مش مساحة كده من اللا شيء، وان الانتظار ده هو مش حاجة كده هي بتعدي من غير ما احنا نفكر فيها. الاختيار او الانتظار هو اختيار. ودلوقتي بعد ما انت سمعت الفيديو ده، انت هتبقى خلاص بتربط انه اوكي، انا ممكن اكون مستني دلوقتي. اوكي طيب، لو انا مستني هل ده اختياري فعلا، ولا ده عشان المجتمع اللي حواليا هو اللي خلاني ان انا اختار، او الظروف المعينة اللي انا فيها هي اللي خلتني اختار هذا الاختيار. الفكرة كلها ان انت ما تخافش من الوقت، وافتكر دايما انه الوقت هو مش فراغ، ومش لا شيء، ومش عامل محايد، لانه انت فجأة مش هتلاقي هذا الوقت وهتقوم بقى على delayed ownership دي، انه فجأة هتحس انه ايه ده، الدنيا سرقت.
قبل ما اختم الفيديو عايزة احط قدامكم سؤال اخير. هل احنا فعلا واعيين ان احنا بنختار، وان احنا انتظارنا ده هو اختيار، ولا احنا بنختار من غير ما نحس؟ ما تنساش تسعى اللي تستاهله، مش اللي سهل توصل. اشوفكم الاسبوع الجاي.